the world, Valentina Shevchenko. مرحبا بكم مشاهدينا في اليو اف سي بالعربي. فاليوم سوف نتكلم على احدى اكثر المقاتلات هيمنه في تاريخ اليو اف سي، والكل يعلم من هي، فبالطبع هي فالنتينا شيفشينكو، وكلكم يعلم من هي، لكن سوف نتحدث على 10 حقائق مثيره حول حياه فالنتينا شيفشينكو. فاليوم سوف نتحدث على 10 حقائق مثيره حول اقوى مقاتله في العالم شيفشينكو. المواهب المتعددة. فمقاتلي اليو اف سي فهم في العموم متعددي المواهب في جميع الرياضات القتالية، وفالنتينا شيفشينكو فهي كانت متخصصة في نوعين من الرياضات القتالية، الكيك بوكسين والموي تاي، لذلك فهي تتوفر على مهارات خارقة في أي وقت وضعت قدمها داخل القفص، وكذلك فهي كانت تتوفر على مسار رائع عندما كانت تنافس في الكيك بوكسين والموي تاي. وقد تتفاجأ فهي كذلك لم تتعرض لأي خسارة في تخصص آخر من الرياضات القتالية، وهي رياضة الملاكمة. وفي مصارع في الملاكمة فهي قد خاضت نزالين احترافيا بدون تلقي أي هزيمة، لذلك فهي تتوفر على مهارات وتقنيات متعددة من عدة رياضات مختلفة. وقوة فالنتينا فهي تتجلى في الكيك بوكسين والموي تاي، لكن رغم ذلك فهي تتوفر على مهارات من مختلف التخصصات، وهذا من الأسباب التي جعلت منها تلك البطلة المهيمنة لمدة طويلة، وربما فهي قد تعتزل وهي في القمة. أول رياضة مارستها. وعندما ترى المواهب المتعددة لفالنتينا شيفشينكو ربما تظن أن أول رياضة قامت بممارستها هي الكيك بوكسين أو الموي تاي، لكن الجواب الصحيح هي رياضة التايكواندو، وهي قد بدأت بممارسة التايكواندو منذ سن صغير، وذلك منذ سن الخامسة، وأظهرت للجميع أن تتوفر على موهبة فطرية، وبعدها اتجهت لممارسة الكيك بوكسين والموي تاي. وكلا هذه الرياضات ساهموا بشكل كبير في تنشئة أسلوب فالنتينا القتالي، وكانوا من الأسباب الذي جعلوا منها تلك المقاتلة المهيمنة في اليو اف سي. Martial arts for us, it's more than just a sport. It's more than just your career. It's everything. ويمكن أن ترى المهارة التي تتمتع بها في نزالها ضد جيسيكا آي، فقد قامت فالنتينا بركلة جد رائعة وأسقطت منافسها مباشرة بالقاضية، وكانت حركة جد سريعة ومحكمة وأدهشت بذلك كل الحاضرين. هزيمتها المثيرة للجدل. ففالنتينا فهي مقاتلة من النخبة، ولم تتعرض سوى ل3 هزائم في مسارها الاحترافي، وهزيمتين كانوا ضد أعظم مقاتلة في التاريخ أماندا نونيز في وزن البانتام وايت، وكان النزال الأخير بينهما من أكثر النزالات التنافسية، وربما اقتربنا من النزال الثالث والحاسم بينهما، وربما يحدث ذلك في وزن الذبابة، وقد يتحقق ذلك إذا استطاعت أماندا استعادة لقبها من جديد. وفي النزال الأول ورغم أنه كان جد تنافسي ومتقارب، كان قرار الحكام مثير للجدل بفوز أماندا بقرار إجماع الحكام، وقرار مشترك بين الحكام في النزال الثاني. وهل تظن أن قرار الحكام كان موفقا؟ وربما قد تتفاجأ أكثر إذا علمت أن هزيمتها الثالثة جاءت بسبب خطأ ضد ليز كارموز، وكان ذلك بسبب ركلة غير قانونية تسببت بإقصاء فالنتينا. وكان نزال الإعادة بين فالنتينا ضد ليز بدون أي مفاجأة، وتمكنت فالنتينا من الفوز بسهولة، فهي لم تتعرض سوى ل3 هزائم، ومن الصعب صراحة توقع هزيمتها لمرة أخرى بسبب تنافسها في وزن الذبابة، حيث تبدو في أقوى مستوى لها. لقبوها. فجميع مقاتلي اليو اف سي يتوفرون على ألقاب تميزهم، لكن البعض أفضل من غيرهم، دينوتوريوس أو بونس جونز، وقد تسمع ذلك دائما داخل القفص وتعلم أن ستكون ليلة طويلة. وهناك كذلك بعض الألقاب التي تثير الضحك لا غير، كاللقب المعروف توينكال تويز أي سريع القدمين، أو دي فرانش شيكلر أي الدغدغة الفرنسية. وبالنسبة لفالنتينا فقد تكون سمعت لقبها أكثر من مرة بوليت شيفشينكو أي الرصاصة، وذلك اللقب عنده معنى كبير، وعرفت فالنتينا بلقب بوليت منذ سن صغير، ونوضح لك سبب ذلك اللقب، وذلك بسبب سرعتها وقوتها الانفجارية كالرصاصة، لذلك ارتبط بها ذلك اللقب. وربما الحقيقة القادمة ستكون مفاجئة لك حول فالنتينا. عائلة رياضية. ففالنتينا فهي مقاتلة من النخبة، وكذلك فهي لها أخت أنتونينا شيفشينكو تنافس في اليو اف سي أيضا، وهناك الكثير من الإخوة سبق أن نافسوا في اليو اف سي قبل ذلك، لكن الشيء المفاجئ أن كذلك من عائلة رياضية بما للكلمة من معنى، ولم يسبق لأختين أن قاموا بما قامت به الأختين شيفشينكو، وسبق أن شاركوا في نفس اللائحة في اليو اف سي 255. وذلك الحدث فازت فالنتينا بنزال ضد جينيفر مايا، وأنتونينا فازت ضد أريا لاب
كلابسكي بالضربة التقنية القاضية. وكان أداء فالنتينا في ذلك النزال جد فرجوي. وكذلك يجب الإشارة فوالدة فالنتينا ألينا فهي رئيسة الجامعة الرياضية لكيرغستان في رياضة المواي تاي، وكذلك فهي بطلة سابقة عندما كانت تنافس. وتعد فالنتينا تشيفشينكو هي أيقونة العائلة، وظهر ذلك منذ سن صغير من ممارستها الرياضة. والشيء الذي دفع لتصبح تلك المقاتلة الناجحة والأختين تشيفشينكو أظهروا للعالم مدى عراقة عائلة تشيفشينكو الرياضية. نزاله الأول والشيء المفاجئ والأكثر إثارة حول فالنتينا حدث منذ سنواتها الأولى. قد تكون متفاجئ أنها فازت بنزالها الأول بالضربة القاضية وكانت لا تزال في سن 12 من عمرها. والأكثر إثارة هو هذه المعلومة أن منافستها كانت تكبرها ب10 سنوات، وذلك بمعنى أن فالنتينا فازت بنزالها الأول وهي في سن 12 ضد منافسة في سن 22. ولماذا أصبحت تلقب بذا بوليت أي الرصاصة منذ سن صغير؟ والإشاعات تقول أنها في ذلك السن أطلق عليها ذلك اللقب وكانت في العموم حول سن 12، وبالتأكيد أن عائلتها كانوا على علم بذلك وأنها سوف تكون مقاتلة استثنائية. لكن فالنتينا تجاوزت كل التوقعات والطموحات وأصبحت أفضل مقاتلة في العالم حاليا، وهي تعد بدون شك أحد أفضل المقاتلات في تاريخ UFC بتميزها في عدة تخصصات رياضية. تتكلم عدة لغات فالنتينا فهي تدرب وتناشد في عدة بقاع مختلفة من العالم. فكم من لغة تستطيع التحدث بها؟ والجواب هي 3 لغات، فهي تتكلم الروسية والإسبانية وكذلك الإنجليزية. ويظهر ذلك جليا خلال حواراتها داخل القفص، فهي تعلمت اللغة الروسية من خلال عائلتها والإسبانية من خلال فترتها في البيرو حيث هي تتوفر على الجنسية البيروفية، وتعلمت الإنجليزية من خلال مسارها الاحترافي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مقاتلة غير معروفة بالجدالات، فهي مقاتلة محترمة لكن تستطيع الخوض في الملاسنات إذا اضطرت لذلك، وذلك ب3 لغات مختلفة. وتكلمها ب3 لغات شيء مثير لكنه ليس بالشيء المفاجئ لمقاتلة كفالنتينا حيث هي ليست راضية بذلك، فهي كذلك لا زالت تتعلم الكثير من الأشياء ليجعل منها تلك المقاتلة المشهورة. احتفالها ما بعد النزال، وفالنتينا فهي معروفة بلمستها الاحتفالية الخاصة والرقصة الشهيرة ما بعد النزالات، لكنك ستتفاجأ أكثر إذا علمت ما اسم تلك الرقصة، وهي تسمى رقصة ليزاغانكا، وهي من الرقصات التقليدية. وفالنتينا فهي مميزة في أداء ذلك النوع من الرقصات، وذلك بسبب حركاتها السريعة بسبب مهاراتها وخفتها كمقاتلة. وللإشارة فهي لا تقوم بهذه الرقصة بعد أي نزال، لكنها في العموم رقصة مثيرة للجماهير ويمكنك البحث في ذلك. موهبتها في الرقص، الكل منا يعلم أن فالنتينا فهي مواطنة مزدوجة الجنسية من كيرغستان والبيرو، بالإضافة لممارستها الرياضات القتالية، فهي كذلك نافست في مسابقة للرقص في البيرو، وهذا شيء جد مثير. لكن الشيء الأكثر إثارة فهي لم تنافس فقط في تلك المسابقة، بل هي فازت بتلك المنافسة، فهي صراحة مقاتلة متعددة المواهب ويظهر ذلك سواء داخل القفص أو خارجه، وبذلك فهي تتوفر على جمهور جد متنوع الأطياف. وكان من الممكن أن تحقق فالنتينا مسارا ناجحا في الرقص لكنها لم تستمر في ذلك وحققت نجاحا أكبر داخل قفص UFC، وأصبحت أعظم مقاتلة في تاريخ الMMA، وأصبحت تمتلك جمهور كبير والكل يحب مشاهدتها وهي تنافس. والآن حان الوقت لأكثر حقيقة مفاجئة حول فالنتينا تشيفشينكو. نجاحها خارج القفص، اللحظة التي ننتظرها بشغف. الحقيقة الأكثر إثارة حول فالنتينا تشيفشينكو، كلنا يعلم أن فالنتينا أنها مقاتلة عظيمة وكذلك فهي راقصة مميزة، لكن هل تعلم أن فالنتينا تحب الأفلام؟ بل أكثر من ذلك، شاركت في أحد الأفلام، فهي في الحقيقة شاركت في فيلم سينمائي كبير بروازاد مع هال بيري حيث فالنتينا لعبت دور البطلة ضد مقاتلة منافسة. وكلنا يحب رؤية فالنتينا تنافس لمدة طويلة من الزمن، لكن إذا أرادت الاعتزال سوف نرى لها مسار كبير في هوليود. ففالنتينا أظهرت لنا أنها ليست فقط مقاتلة مميزة بل أكثر من ذلك، فهي شخصية متعددة المواهب سواء في الرقص أو التمثيل أو اللغات، وهي تعد من أكثر المواهب في الMMA النسائية على مر التاريخ. وكنا من المحظوظين من مشاهدة هذه الموهبة النادرة. وكانت هذه نهاية المقطع، ونترككم مشاهدين ومع السلامة.